السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلم حضراتكم النهاردة عن أنواع من الأغذية اللي بتستخدم في علاج أمراض منتشرة جدا، وهي الأعراض بنحس بأعراضها، وسهل جدا إن احنا نعالجها بالأغذية ونعالجها في البيت بدون ما نراجع الطبيب ونخش في المتاهات بتاعتهم. أول حاجة العلاج بتاع الأنيميا وفقر الدم يحتاج لبعض العناصر التي تحتوي على الحديد. وفرنا منها لحضراتكم الخضروات والعسل وأنواع من الفاكهة وأنواع من الخضار. يعني الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد دي بتستخدم لعلاج الأنيميا وفقر الدم، اللي هي أعراضها إيه حضراتكم؟ أعراضها إن في دوخة، زغللة، صداع مزمن، وأحيانا الواحد ممكن يكون قاعد ويوقف مرة واحدة يحس إن الدنيا بتلف بيه ودايخ. أحيانا واحد بيوقف فترة طويلة يلاقي نفسه دايخ، وبيبقى فيه برضو ارتباك في النوم مش منتظم. فاحنا لو عالجنا بالاغذيه دي واخدناها هنعالج الانيميا وفقر الدم ونتخلص من الاعراض دي كلها. اول حاجه هقراها مع حضراتكم، يمكن الخط مش واضح: البقدونس، السبانخ، العسل الاسود، الكزبره، الكبده، التفاح، الموز، الرمان، البنجر، والبطاطس والبطاطا. دول العناصر الاساسيه اللي هي فيها حديد كتير، طبعا المشهور منها السبانخ والكزبرة والعسل الأسود والرمان. دي الحاجات التي تحتوي على الحديد لعلاج الأنيميا وفقر الدم، وقلنا لحضراتكم على الأعراض بتاعتها. طب لو جينا ناخد أغذية وأعشاب تحتوي على عنصر الزنك، طب ليه عنصر الزنك بالذات حضرتك اخترته؟ لأن هو يعني لما بيقل في الجسم وينقص عن معدله الطبيعي بيعمل لي مشاكل في الشعر. فالأغذية والأعشاب التي تحتوي على الزنك دي لعلاج مشاكل الشعر. زي ايه بقى؟ زي الحبهان اللي هو اسمه الهيل. لو تعرف، لو انت يعني لو داخل المجال اسمه العلمي الهيل، بس هو الحبهان اللي هو موجود في البيت كبهارات، الزعتر كبهارات، الشبت في السلطة، الكزبرة في السلطة، المكسرات بأنواعها، الرمان، البيض، الفراخ، واللحوم الحمراء، كلها دي تحتوي على عنصر الزنك. لو اهتمينا بيها هنتخلص من مشاكل الشعر. ايه مشاكل الشعر؟ زي ايه؟ زي سقوط الشعر، تقصف الشعر، وتنعيم وتطويل الشعر. كله ده هنستخدمه لو هيحصل كويس يعني، ويعتني بالشعر لو احنا استخدمنا الأغذية دي. تمام. برضو مش عايز اطول على حضراتكم. في اغذيه بتحتوي على فيتامينات ب 12 وب 6. ليه حضرتك احنا اخترنا دول؟ لان نقص فيتامين ب 6 وب 12 بيعمل التهابات في الاطراف، يعني التهابات عصبيه. طب ايه عشان اتخلص من الالام اللي بتيجي في الاطراف بسبب نقص فيتامين ب 12 وب 6؟ هنشوف الأغذية اللي بتحتوي على الفيتامينات دي. أول حاجة أسماك التونة، أسماك السردين والسلمون تحتوي على فيتامين بي 12، وكذلك الأسماك والحمص والبطاطس والموز دي بتحتوي على فيتامين بي 6، يعني فيتامين ب 6، ده لعلاج التهابات الأطراف. احنا ذكرنا حضراتكم في المحاضرة اللي فاتت بعض تركيبات لعلاج مشاكل الشعر، وقلنا ب 30 جنيه ازاي انك انت تعمل تركيبة تعتني بشعرك وتتخلصي من سقوط وتقصف الشعر، وبرضو هيستخدم في التنعيم والتطويل. نعيد على حضراتكم تاني اهو، اللي عايز يسجل ادي الاغذيه اللي تحتوي على عنصر الحديد، ادي واضح اهو ماشي مع حضراتكم بالراحه. وبعدين دخلنا في الاغذيه والاعشاب اللي تحتوي على عنصر الزنك وذكرناها، واغذيه تحتوي على فيتامين بي 6 وبي 12 عشان علاج الالتهابات الطرفيه.
وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنشوف لكم حاجة برضو مفيدة ممكن إن احنا نستخدمها في البيت بدون اللجوء للفحوصات اللي هي بتدخلنا في مشاكل تحاليل وأشعاعات وكلام يعني احنا في غنى عنه. الحاجات دي هتجيب معاكم نتيجة خالص. معلش طولت عليكم في الكلام، بس أنا حبيت أشرح باستفاضة عشان الكل يستفيد. يا ريت تجاملوني، حتى جاملوني، لان انا والله بتعب في المعلومات دي. واشتركوا معي في القناة، واللي عايز يعمل شير ولايك برضو شكرا جزيلا. واي سؤال يتكتب في اي تعليق انا برحب بيه وبقرا كل التعليقات وهرد على حضراتكم مباشرة. مع حضراتكم دكتور حسن عبادي، اخصائي العلاج البديل، علاج بالطب البديل. يعني انا صيدلي وحصل على دبلوم التغذية علاجية عشان اتعامل في هذه القصة. شكرا لحضراتكم جزيلا. المرة الجاية ان شاء الله هنشوف هنستخدم تركيبات لتفتيح البشرة ولا هنستخدم ايه بالضبط. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.